بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، صلي بنا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعمل لايك للفيديو ده واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة. كلام النهاردة عن 5 البنك الأهلي، 5 جنيه البنك الأهلي توت عنخ آمون. والورقة اللي قدامك دي إصدار سنة 58 اهي، 9 فبراير سنة 58. محافظ عبد الحكيم العمري. إصدار البنك الأهلي المصري، 5 جنيه توت عنخ آمون، شهيرة ب5 توت. شوف الظهر بتاعها الأول اهي يا باشا، الظهر بتاعها. كل خمسات البنك الأهلي الظهر بتاعها، يعني الخمسة بتاعت فاروق شبه دي بالظبط برضو الظهر بتاعها. والخمسة بتاعت فاروق دي أغلى 5 في الخمسات. الخمسات دي كلها أغلى 5 فيهم اللي هي 5 فاروق، و5 العنكبوت بعديها، بس طبعا الأغلى 5 فاروق. 5 فاروق نفس الظهر ده برضو بالظبط، نفس الشكل بتاع الظهر. و5 فاروق دي أغلى 5 موجودة في الخمسات. بعدها 5 العنكبوت، تلاقي العنكبوت هنا على الشمال، صورة العنكبوت. خلينا في الكلام عن دي اللي قدامنا دي، 5 البنك الأهلي. الحالة اللي قدامك دي، الحالة اللي قدامك دي حالة تحت المتوسطة، تحت المتوسطة، أقل من المتوسطة، أقل من المتوسطة. طيب اللي أقل من المتوسطة دي هتعمل كام؟ دي هتعمل 100 جنيه أو 110، 100 أو 110، 100 جنيه أو 110. حالة البنك منها اللي هي الحالة الزيرو اللي ما اتلمستش بتعمل من 450 ل 500 جنيه، من 450 ل 500 جنيه اللي هي الحالة الأنصر الزيرو. الزيرو من 450 ل 500 جنيه. ولو رقم مميز تعمل أكتر، أي حاجة فيها رقم مميز سعرها بيعلى. أما دي الحالة اللي قدامك دي هتعمل 100 جنيه 110 آخرها، بنفس الحالة كده. ليه؟ عشان دي حالة أقل من المتوسط. بص مهرية، فيها شبه قطع الورقة، يعني متبهدلة. طب هي تعمل 110 ليه؟ عشان بنك أهلي، البنك الأهلي المصري. وأي عملات قلنا البنك الأهلي المصري سعرها بيبقى غالي، سعرها بيبقى غالي عشان بنك أهلي قديم. فدي بنفس الحالة هتعمل 110، 100 جنيه. لو معكش زيها هتعمل المبلغ اللي أنا بقولك عليه ده، من 100 ل 110. حالة أعلى هتعلى زيرو هتعمل 450 وال 500 جنيه. ده كان الكلام عن 5 البنك الأهلي اللي هي قدامك دي. لو معاك أي عملة عاوز تقيمها ابعت صورها في التعليقات وأنا أقيمها لك وأقول لك سعرها كام. متنسوناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.